قال بيقول لك في قصة انتشرت بمصر لمرة كانت دائما تدعي وتقول: يا رب أنا عايزة مليونين من غير تعب، يا رب ارزقني مليونين من غير ما اتعب بيهم، يا رب انت كريم ابعت لي مليونين. وربنا استجاب لدعوتها وبعت لها مليونين، لكن هالمليونين كانت للأسف دية ابنها المقتول، نسأل الله السلامة. كمان في قصة تانية لوحدة كان بدها إجازة من الشغل، دائما تدعي: يا رب أنا بدي إجازة أقعد في البيت وأرتاح. قامت وحدة رفيقتها قالت لها: احبلي تاخذي إجازة أمومة. قالت لا لا، أنا بدي إجازة هيك بدون ما أحبل وأنا مرتاحة. انكسرت رجلها واخذت اجازه شهرين وظلت قاعده بالبيت وندمت على اللحظه اللي دعت فيها هالدعوه. الحكمه انه من اراد المال او اراد الزوجه او اراد اي رزق فيطلبه مع العافيه، لانه اي نعمه بهاي الحياه من غير العافيه ما لها اي قيمه. والدليل اللي حصل مع الامام احمد بن حنبل لما كان يدعي الله انه يحفظ القران، فلما حفظ القرآن قال: استجاب لي ربي ولكني حفظته في السجن، لأني عندما دعوت